مساء الخير. ليا سؤال لجمهور الاهلي. ليه لما اي حد يختلف برايه عنكم بكل ادب واحترام بتهاجموه هجوم شديد قاسي وتتهموه ان هو انسان مريض وانسان سيء وانسان مش بيفهم في الكوره وانسان عنده حقد وغيره وكل حاجه؟ مش عارف ليه. هو لازم نقول كلام يعجب كلامكم، يعجب رايكم فكركم عشان تردوا علينا، ولا ايه بالظبط؟ ايه الجريمه لما الواحد يركض المجاملات والتمييز اللي بيحصل للاهلي وللزمالك؟ انا ذكرت الاثنين مع بعض، ما ذكرتش ولا اهلي بس ولا زمالك. لا فعلا في مجاملات، في تمييز للاهلي والزمالك على حساب الفرق الثانيه في الدوري، والفرق الثانيه دي بقت كمالة عدد. هو ليه انتم او حضراتكم يا جمهور يا اهلي بتختلفوا مع اي واحد قال رايه بكل ادب واحترام؟ هو لازم نقول الكلام اللي يعجبكم والكلام اللي يرضيكم، ولو ما قلناش كده نبقى احنا ناس مرضى وناس وحشه وناس حقوده وناس غيره. انا بحب الاهلي وبحترمه وبقدره، مش عشانكم، لا عشان هو كاهلي، والاهلي من وجهه نظري ان هو نادي مشرف للكره المصريه، سواء في داخل مصر او خارج مصر، ومش مستني مميزات ولا مجملات من حد، لا هو بيكسب. انتم لا 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 لا، طبعا باستثناء الناس المحترمه منكم. شكرا، مع تحياتي للنادي الاهلي، مش لجمهور النادي الاهلي الا الناس المحترمه الطيبه منهم اللي بيفهموا معنى الكلام صح بطريقه محترمه وبكلها عقل ومنطق. شكرا. والفيديو اللي عملته امبارح، الشيء اللي ما تقبلوهوش على نفسيكم بلاش تقبلوه على غيركم. انتم بتقولوا ان الزمالك ليه اخت اسمها الاسماعيلي، فايه لما انا رديت عليكم وقلت لكم كمان ان الاهلي ليه اخت اسمها بيراميدز؟ طالما الحاجه دي بتضايقكم بلاش تتهموا الاخرين. انا ولا ضد ولا مع. مش معنى ان انا انقد حضرتك ابقى ضدك، ولا معنى ان انا ايدك ابقى معاك. لا، انا مع الحق من اجل الصالح العام بس، مش اكتر. وعايز اكتر من فريق كوره منافس، مش عايز فريق واحد ولا فرقتين ولا ثلاثه، عايز ال10 فرق كلهم منافسين. ايه الغلطه الفظيع من وجهه نظركم اللي لما قلت كده؟